عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده معانا يوم جديد، تعالوا نشوف الخلطة عملت معانا ايه في موضوع الاسهال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ سارة. يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهارده ان شاء الله يوم جديد من عند فراخنا. النهارده يومهم ال 22. النهارده ان شاء الله بأمر الرحمن هنعمل خلطتين مختلفتين، يعني على كل طبق من البادية هحط حاجة غير التانية، لان هما لسه بياخدوا العلاج بتاعهم زي ما احنا متفقين. بقى لنا هو تاني يوم او تالت يوم، مش متذكره والله، اهم بياخدوا العلاج. فانا مش عايزه برضه اوقف لهم خلطات، لان احنا خلاص داخلين في عمر التحويل. النهارده اليوم ال 22، مش عايزين نوقف الخلطات بتاعه التحويل عشان ما يرجعوش ينقصوا تاني في الوزن. زي ما انتوا شفتوا احنا مطمنين على الوزن بتاعهم الحمد لله. فمش عايزين موضوع الاسهالات اللي معاهم شويه دول ايه ينزل من الوزن بتاعهم او يأذيهم او يعمل اي حاجه يعني في التحويل بتاعنا ان شاء الله. فهحط برضو حتى على الميه هحط حاجه من الميه فيها العلاج، والحاجه التانية هحط لهم ميه بس ميه نظيفه يعني هما ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا ابتدوا ايه ان يبقوا حبه هنا وحبه هنا، فعايزه الكل يشرب والكل يستفاد، وربنا ييسر الحال يا رب ان شاء الله. الدور اللي معاهم ده يعدي على خير عشان نبتدي في الخلطات بتاعتنا من تاني، نفضل مكملين زي ما احنا، التحويل بتاعهم ما يتأثرش بأي حاجة. النهاردة بأمر الرحمن، النهاردة اليوم ال 22. أنا بخرط لهم بصلاية أهو على الطاجن. الطواجن والحاجات اللي أنا بحط لهم فيها دي طبعا مش قادرة أقول لكم، يعني أنا الغسيل اللي بغسلها لهم كل شوية شوية مية بكلور بصابون بحاجات عشانهم هما كمان. والطواجن دي أنا ما بطبخش فيها، أنا عندي طواجن كتير فدول أنا مش بطبخ فيهم. طاجن فيه شرخ، طاجن اتكسر مني، طاجن وقع مخبوط خبطه كده او كده، ما ينفعش يعني ان انا اطبخ فيه او اعمل فيه حاجه، فانا بحط لهم فيه الحاجه بتاعتهم لان هو تقيل. واي حاجه تانية يعني انا الدورات اللي فاتت انا جربت حاجات ياما قوي، جبت السقايه وجبت العلافه وجبت كل ما يخطر على بالكم، لحد ما رسيت على العلافه الطويله دي. هما بيحبوها طبعا مكانها واسع قوي بكل، فبتاخد عدد كبير ان هم ياكلوا منها. غير العلافة التانية المدورة بتبقى محكومة قوي، يعني مثلا بالكتير قوي ممكن تلاقي عليها في العمر الكبير الفرخة الكبيرة ممكن تلاقي عليها 6 8 فرخات بالكتير قوي اللي واقفين بياكلوا عليها. فأنا طبعا ببقى مربية 10 فرخات 15 فرخة. في مرة كنت جايبة 15 أبيض و5 ساسو. إن شاء الله هنعمل دورة ساسو مع بعض برضو، هنشوف التطورات بتاعتها وهنشوف دنيتها تبقى عاملة ازاي معانا. بص أنا هنا على الطاجن أهو قطعت لهم بصلايه، كل اللي هحط على البصلايه هحط لهم شويه كركم. بقى الخلطه الاساسيه بتاعتنا اللي احنا مش بنستغنى عنها، كركم من الاعشاب اللي انا مش بستغنى عنها طول الدوره. وعلى على الصينيه التانية دي اللي هفضيها في قلب العلافه الكبيره هحط لهم شويه الشيح والكربوناتو زي ما احنا ماشيين. يا رب ان شاء الله شفا من عندك كده، دور الاسهال ده يعدي معاهم على خير. الكربوناتو اهي، يا رب الوصفه اللي البيطري قال لي عليها دي تبقى كويسه. الكربونات والشيح ده تقطم معاهم. انا حاسه ان الدنيا معاهم النهارده احسن الحمد لله رب العالمين، فان شاء الله يكون دور كده ويعدي على خير. انتوا زي ما انتوا شايفين بعينكم النظافه بتاعتهم يوميا ودنيتهم تمام، مش عارفه، الحمد لله رب العالمين. ممكن هنا مع البصل اللي حطيته ده ازود معلقه حلبه مطحونه. الحلبه من الحاجات الحلوه قوي للتحويل، فممكن ازود لهم معلقه حلبه مطحونه. انا حتى كنت احط زبادي دلوقتي، قلت لا اخليها الصبح زي ما احنا اتفقنا، الوجبات اللي فيها بروتين يفضل ان هي تبقى الصبح احسن يعني. اهي معلقه حلبه مطحونه. انا الحلبه انا بجيبها حبه بطحنها عندي هنا في البيت، لان انا على طول يا اما بغلي لهم حلبه اطحنها احطها على علف زي ما انتوا شايفين كده. فالحلبه برضو من الحاجات الحلوه قوي في التحويل بتاعهم. الشيح زي ما اتفقنا ما بيحبش معاه حاجات ياما، ما يحبش معاه بهارات ياما او توابل يعني او اي حاجه، فانا هكتفي هنا بالشيح والكربونات زي ما الراجل قال لي. وهنا اقلب لهم ده كده. الطاجن احط لهم زي ما هو، والصينيه دي هقلبها في العلافه الطويله بتاعتها ونرجع نشوف هنعمل ايه. الميه هنا اهو، الميه الجردلين بتوعهم اهم، يا رب يكونوا باينين معانا اهو. واحد احط عليه مكعب ليمون، الليمون ده اللي انا بفرزه، هحط على واحده مكعب ليمون، والتانية هحط العلاج بتاعهم زي ما هما لحد ما نخلص الكيس ده، وبعدين نرجع بقى لخلطاتنا الخميره والعسل والبصل.
نخلص بس فترة العلاج الغلسة دي. عارفين لما بيبقوا تعبانين لا قدر الله لا قدر الله، يعني ربنا يبارك لي في اولادي، بحس ان عيل من العيال تعبان كده وببقى متضايقة الله يحفظهم، يعني يحفظ اولادي يا رب. بحس ان حد كده ان شاء الله تعدي على خير كده ان شاء الله، ويرجعوا احسن من الاول، ونكمل التحويل بتاعنا ونكمل خلطاتنا ونكمل كل حاجه. والراجل قال لي ما تقلقيش، يعني كده كده موضوع الاسهال ده وارد ان هو بيحصل معاهم، يعني مش تقصير مني، مش مثلا قله نظافه او حاجه. قال لي طالما انت التهويه عندك كويسه والمكان كويس مساعهم يعني حلو، والفرخه قاعد واخد راحته. علامه برضو مهمه من العلامات اللي لازم تاخدي بالك منها، الفرخ طول ما هو واخد مساحته تلاقيه مثلا بيمدد رجليه بيفرد جناحه. ساعات والله ساعات بخش عيالي يقول لي ماما الفراخ بتعمل استرتشات، بيمدد رجليه كده اخد راحته في مكانه، مش مكربسين فوق بعض، مش معرقين بعض، ريشهم مش متوسخ، مش دايسين على بعض كده. تطمني ان انت المكان بتاعك كويس لو انت لسه يعني متعرفيش في موضوع التهويه والمكان والمساحه والكلام ده. فدي علامه من العلامات ان انت المكان بتاعك كويس والفرخه اخد راحته وقاعد براحته والكلام ده كده، يبقى انت مساحتك تمام. دي برضه علامه مهمه لازم تبقي عارفاها لو انت اول مره بتربي او متعرفيش مثلا ايه المساحه الكافيه ليهم، مش اخده بالك. فانت عينك اهم حاجه معاكي في الفراخ او في الكتاكيت، عينك الفرخ مش عرقان، ريشه مش متوسخ، مفيش فرخه دايسه على فرخه، امورهم تمام، يبقى هم كده تمام ان شاء الله وزي الفل معاكي. انا احط لهم الميه ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. طبعا الفراخ العمر بيبان عليها يوم عن يوم ما شاء الله، حجمها بيزيد، وزنها بيزيد زي ما احنا شفنا الميزان مع بعض. ودي الحاجه اللي مطمناني ان هو ان شاء الله شويه اسهال وهيعدوا على خير بامر الله. الفراخ كلها بتاكل، مفيش فرخ مجنب على جنب، مفيش فرخ مثلا قاعد مش بياكل همدان قطع اكل، الحمد لله رب العالمين اهو. طبعا العلافه دي عشان طويله فالعدد عليها اكتر. اطلع يا بابا من الاكل. بص بقى اللي يضايق يجي واحد يروح قاعد على قلب البريمه او على قلب الحاجه اللي فيها بصوا الميه اهي عشان ابتدوا يشربوا منها الميه اللي فيها العلاج، وبرده الميه اللي فيها الليمون برده بيشربوا منها الحمد لله. الليمون بقى فيتامين سي زي ما احنا اتفقنا يرفع مناعتهم شويه عشان الدور اللي معاهم ده يعدي على خير. طول ما عندكيش فرخ مجنب او فرخه قطع اكل، فرخه كده قاعده على جنب تلاقيها مش بتاكل ولا بتشرب ولا بتتحرك، الحيويه بتاعتها مش تمام، لازم تشوفيها فيها ايه بقى. تشوفي مثلا مشكله في رجليها، المشكله عندها في التنفسي، الجهاز التنفسي، المشكله عندها في المعوي هي اللي بتسهل. لازم تراقبي بقى وتبقى عينك على طول معاهم كده عشان تطمني اول باول. ان شاء الله الدوره معاكي كلها تطلع على خير، ما تلاقيش فراخ بتكبر زي ما اتفقنا وفراخ قاعده ما بتاكلش ولا بتشرب ولا بتعمل اي حاجه. الحمد لله كده النهارده يومهم عدى على خير، يومنا ال 22 ان شاء الله بامرك يا رب. انا الحمد لله ملاحظه ان في تحسن في الاسهال شويه ان شاء الله، قبل ما العلاج بتاعهم ده يخلص كده ان شاء الله فاضل له يوم او يومين ويخلص على خير ان شاء الله، يرجعوا احسن من الاول. والحيويه بتاعتهم برضو الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحيويه بتاعتهم مش ضعيفه، وما فيش اكله ضعيفه منين ما بحط لهم العلف السحب بتاعهم كويس الحمد لله، لان انا دخلت برضو في موضوع التجويع والاظلام، فلما بجوعهم واجي احط لهم الاكل الحمد لله مقبلين على الاكل بياكلوا، حيويتهم تمام. فالحمد لله احنا امورنا تمام بامر الله لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين. اهم حاجه النظافه، نظافه المكان من الحاجات المهمه جدا عشان من الفرخ ما يحصلوش مشكله تنفسيه عنده في الجهاز التنفسي بتاعه او اي حاجه، لان هما الريحه زي ما بتضايقك اكيد بتضايقهم هما كمان. انا نظافه يوميا طبعا الحمد لله رب العالمين، حتى لما نزلتهم الشكاره دي يوميا بغيرها لهم الشكاير اللي تحتيهم، فالحمد لله رب العالمين. ان شاء الله كده اشوفكم بكره على خير، يوم جديد من عند فراخنا، ونطمن مع بعض كده ان شاء الله لما العلاج بتاعهم يخلص نشوف نظامهم ايه. اشوفكم بكره ان شاء الله في ايه يا حبيبي اشوفكم بكره في يوم جديد ان شاء الله.